السلام عليكم، اش اخباركم؟ هانيين؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف والاحوال. بلا شك البعض فيكم غيكون سمع القصه ديال زوجة المحامي اللي هزت بنيتها ومشات هي وياهم للسكه ديال التران و... وانتحرت هي وياهم. المنظر مرعب صراحة. الإنسان اللي كيكون غير هو الراس وغادي ينتحر وراه شي حاجة اللي بشعة بزاف، فما بالك ياخد معاه قطعة منه، كبدة منه، و... ويكون عارف المصير فين غادي بيهم وينتحر هو وياهم. الأكيد غادي يكون واصل لشي مرحلة الله اللي عالم به وعالم بالأسباب اللي خلاته يوصل لهاد الدرجة ديال اليأس. هاد الواقعة طرات في المغرب، في الدار البيضاء بالضبط. هاد السيدة هادي، الناس نقاسموا، كاين اللي لامها علاش دير هاد الشيء وحرام عليها وما كانش توصل لها هكا، وبنات وليداتها كانوا عندها 2 بنيات وكانت حاملة. والنص الاخر عاوتاني كان كيقول والله اللي عالم بها، ما نقدروش نلوموها، الله اعلم شنو كان طاري ليها حتى وصلت لهاد المرحله، الله اعلم. ولكن الاكيد هو ان كل شيء كان في ديك الوقيته تعاطف مع المحامي راجلها، وهو حالته مسكين ولات حاله، ولكن كان كيدعي عليها الله ياخذ فيك الحق، حرمتيني من وليداتي هادي. المهم الناس كلهم تعاطفوا مع المحامي. وهذا المحامي كان محامي كبير، يعني كبير في القيمة، كان معروف عند الناس ومشهور، والناس كيمشيو ليه بالاسم. وهذا قصته بدات من هنا. هذا المحامي مني كان شاب، كان ساكن في واحد المنطقة أمازيغية، كان تيقرا تما حتى وصل سميتو السن باش غادي يدخل الجامعة، وجا للدار البيضاء وسكن فيها وقرا تما، كمل قرايته، تخرج ودار محامي. ايوا بدا كيخدم من هنا ومن هنا. المهم شي شويه بدا كيوقف على رجليه، بدا كيعاون والديه. الامور غادو كتحسن عنده، كان كيجتهد وكيجمع شويه الفلوس من هنا ومن هنا. ايوا وخدا واحد السكينه في منطقه زوينه في الدار البيضاء في المعارف ديك الوقيته. شنو بقى خاصو غيتزوج. مشى للمنطقه ديالو وخدا وحده من العائله ديالو، حتى هي امازيغيه ولكن هي ما قاريه ما حتى شي حاجه، وحتى الدارجه ديالنا ما كتعرفش ليها، ما كتهضرش بالعربيه، كتهضر غير بالامازيغيه. فجابها سكنها معاه والامور مشات مزيان بخير. ولدت البنيه الاولى سموها فاطمه الزهراء، والامور غادا وهو خدام والمراه بخير. المراه حدوديه اصلا ما كتعرفش اللغه وما تعلمتش ليها يعني العربيه الدارجه، وما عندهاش المعارف، ما عندها لا عائله لا والو في الدار البيضاء، يعني كتبقى غير في الدار. وهو اللي كان كيتكلف بكل شيء، لا خاصه شي حاجه للدار او لا طبيب او لا اي حاجه، اي حاجه هو اللي مكلف. مشات الامور هكا في امان الله. البنيه كتكبر، وصلت وقت المدرسه، دخلها المدرسه، عاود حملت المراه، عاوتاني جابت بنيه اخرى. الامور مزيانه، غادي بخير وعلى خير، والحياه ماشيه مزيان معاهم، والبنيات كيكبروا، والبنت اللي مدخلها في مدرسه زوينه، يعني مدرسه ديال الفلوس، مدرسه بخير. ايام كتمشي وايام كتجي والوقت كيدوز. هاد العماره فين ساكنين، فين شاري هو الشقه، ساكنه معاهم في نفس العماره واحد المعلمه. هاد المعلمه زوينه ولكن ما مجوجاش، كانت مع عمرها تزوجات. ف ولات بيناتهم واحد العلاقه ما بينها وبين هذا المحامي. المهم طولوا في العلاقه، ولاو كيبغيو بعضياتهم. العلاقه ولات وطيده بزاف. هاد المعلمه ولات كتدخل عندهم للدار بحجه انها كتعاون البنت وكتشوف في الدار وعجبها الحال وهادي، وكتقول ما كرهتش تكون ليا. المهم من عرض عليها الزواج هاد المحامي قال لها نتزوجوا، كان عندها شرط واحد، قالت لي انا قابله ولكن بشرط نسكن في هاد الدار. قال لها كيفاش تسكني وولادي ومرتي؟ قالت ليه هذا هو الشرط ديالي، انا بغيت نسكن هنا، هاد الشقه ملك وانايا غير كاريه، علاش غنبقى انا كاريه؟ المهم هما كري ليهم شي بلاصه اخرى وانايا بغيت نسكن في هاد الشقه. ايوا هو ما خسرش ليها الخاطر، ناض دا مرتو وبناتو داهم لواحد الحي شعبي،
حي بعيد، سكنها في بيت مع الجيران وفي السطح وصافي، وبقى ما كيتسوقش ليهم. الا خصاتهم شي حاجه كيصيفطها ليهم، وهو ملاهي ومركز مع المراه الجديده وعايشين الحياه بخير وعلى خير. المهم هاد مرتو الاولى مسكينه، ما اولا ما كتعرفش اللغه، ثانيا ما عندهاش العائله في الدار البيضاء، ثالثا كتعرفوا هذوك الناس الامازيغ مساكن اللي كيجيو من البلاد وهذا كيكونوا صبارات، العيالات كيكونوا صبارات، وخصوصا الا ما كانتش قاريه ولا هادي فكتحشم، ولا عندهم لا خاص واخا الراجل يتزوج عليها ماشي مشكل وصافي، وتسكت وتصبر ليه، واللي قالها هي اللي قال، وما عندها حتى شي حل اخر. قالت نصبر على وليداتي، ولكن راه حتى هي بشر، حتى هي انسان، بطبيعه الحال تاثرت بزاف وتازمات ودخلت في اكتئاب. والبنت اللي كتقرا مسكينه حتى هي تاثرت، وهذا الشيء اثر ليها حتى على القرايه ديالها وعلى السلوك ديالها، فولات دائما منعزله. رانا هاد الام مسكينه القطره حامله مني داهم لهذاك السكن، القطره حامله، وهذا الشيء زاد الطين بله على الاكتئاب اللي كانت فيه. وراكم عارفين الحمل حتى هو ماشي سهل، فما بقاتش كتفكر، ما بقاتش كتعرف شنو كدير، يعني تدمرات نفسيا. ومع زاد كمل في الاهمال ديالو، ولا هاملهم يعني بصفه تامه، ولا حتى شي حاجه الا خصتهم ولا غير كيصيفط لهم داكشي اللي خاصهم ما ياكلوا ما يشربوا، ويعني وزيدهم حتى بالتقشف. يعني مسكينه وهي ما كتعرف حتى شي حد، فصعيبه عليها. مسكينه حست بالعجز، حست بالحقره، حست بانها يديها مكتفين ما قادره دير والو، وزيد دري اخر في الطريق حامله. فكيفاش غادي دير؟ الحل اللي بان ليها مع الاسف هو تنتحر وتدي بنياتها معاها. الله يغفر ليها ويغفر لينا جميعا. كيف قلت لكم في اول القصه، المحامي تاثر بزاف وتضامنوا معاه الناس كاملين والمحاميين، وكل شيء تعاطف معاه، وكل شيء كيجي واسيه، وكل شيء يجي يقول له البركه في راسك، وهو متاثر وكيبكي وكيقول الله ياخذ فيك الحق، ديتي لي بناتي، قتلتي لي بناتي. المهم المسانده من الجميع. البنيه فاطمه الزهراء الله يرحمها هي وماماها، مني اختها حتى هي، في الاول كانت يعني ممتازه، تلميذه واعره كتقرا مزيان، دائما نقط مزيانين. مني وقع الواقعه وداهم باهم لهذيك البلاصه، داك البيت مع الجيران فين يسكنوا، والاحوال تدهورات وداك الشيء، وبدات كتشوف تما ماشي النفسيه ديالها ماشي هي ديك من طبيعه الحال، هادشي غينعكس حتى على الوليدات. فالنقط ديالها تاخروا، ولات ناقصه شويه في القرايه ديالها، مابقاش كتهتم بدروسها، حتى هي نفسيتها ماشي هي هذيك. في المدرسه كاينه واحد المساعده اجتماعيه، بالتالي مني شافوا التاخر ديال فاطمه الزهراء في الدراسه بدات كتسولها، كتهضر معاها شنو عندكم، شنو كاين، شنو ما كاين. البنت مسكينه ما عاودتش ليها بالتفصيل، مي ولات تقول لها الظروف فين زعما فين عايشين والجيران كتار والصداع المهم لاحظوا بان البنت ولات تغيرت بزاف على كيف كانت، حتى في السلوك ديالها ماشي غير في القرايه، ولات منطويه بزاف، ولات ديما غير باركه في واحد القنيته، ما كتهضرش مع البنات، ما كتلعبش مع البنيتات اللي كيقراو معاها. فداكشي علاش بدات كتسولها وبدات كتهضر معاها. هاد المساعده الاجتماعيه المهم دارت ليها الملف ديالها وبقات متابعه معها القضيه حتى نهار طرا هاد الشيء. الناس تاثروا بالواقعه وساندوا الاب ديالها. فهنايا هاد المساعده الاجتماعيه قررت انها تتصل بالاب ديال هاد البنيه، اتصلت به، البركه في راسك، البركه في راسك، حنا كنساندوك وحنا متاسفين لهذا الشيء اللي وقع، واش ممكن نجي عندك، بغيت نهضر معاك. قال لها ايه مرحبا. قالت له اعطيني العنوان عافاك. اعطاها العنوان، مشات لعندو للدار. المهم عاود قالت له البركه في راسك وداكشي، وشافته السيد متاثر وهادي، وبقى كيهضر لها على بناتو، على فاطمه الزهراء بالخصوص، وكيوريها كيقول لها بيتها فين كانت كتقرا، شافت زعما شافت الدار كيفاش دايره، شافت البيت ديالها ديال فاطمه الزهراء كيفاش داير،
يعني الحوايج ديالها، يعني ماشي هذاك الشيء اللي كانت تقول ليها البنت. فهنايا بقات كتسائل كيفاش كتقول لي الجيران، كيفاش هادي، كيفاش الظروف ديالها، الصداع ما فهمتش. المهم ما قالت لي هو والو. صافي هضرات معاه، سولاتو بعض الاسئله وهذه وخرجات. ومني خرجات وهي كتفكر كيفاش غادي ندير، كيفاش نتوصل، يعني كيفاش غادي نوصل للتفسير ديال داكشي اللي كانت تقول لي البنت. قالت ما يمكنش البنت كتكون كتكذب عليا، كاين شي سر، كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم بقات كتبحث، بقات كتقلب، بقات كتسول. مشات عند الشيفور ديال المدرسه اللي كان كيوصل الوليدات. قالت لي عافاك فين كنتي كتوصل فاطمه الزهراء. عرفها بطبيعه الحال لان راه القصه انتشرت. قال لها ها فين كنت كنوصلها. قال لها بالفعل في الاول كنت كنوصلها في هذا العنوان، ولكن من بعد وليت كنديها لهذا العنوان اخر. قالت لي عطيه لي عافاك. عطاه ليها بالفعل ومشات كتسول الناس. واحد السيده سميتها، عندها واحد البنيه ها فين كتقرا، هذيك السيده اللي انتحرات. المهم راه معروفه كلشي عرفها. قالوا ليها فعلا راه ساكنه في السطح. طلعت للسطح، شافت هذوك الناس اللي ساكنين تما، الجيران اللي ساكنين تما. قالوا ليها بالفعل راه كانت هنايا واحد السيده، راه ما كانتش كتهضر حتى العربيه، كانت ديما كتبكي، وكانت بعض المرات كتقول لنا شي حاجه ما كنفهموهاش. كانت البنت هي اللي كترجم لينا ملي بغينا نقولوا لها شي حاجه ولا بغات هي تقول لنا شي حاجه. ففهمنا بان راجلها خرجها من دارها وتزوج عليها وسكن المراه. المهم هذا الشيء اللي فهمناه حنايا حتى سمعنا الكارثه اللي وقعت. ولكن راه مسكينه كانت كتقاسي بزاف، والراجل كان كيجي مره في شحال كيجيب ليها شي كفيفه تقضيها داكشي على قد الحال صافي ويخليهم ويمشي. هاد لاسيستونس سوسيال هنايا فهمت كلشي، توضح اشنو دارت باش تاكد وباش تعرف نيت قضيه ديال الزواج ديالو، ديال هاد المراه اللي علاش خرجها من الدار. رجعات للسكنه ديالو فين كيسكن هو، فين مشات عنده. بقات كتسول الجيران، كتسول وكتبحث، تسول وتبحث حتى لقات شي جيران قراب نيت هما اللي قالوا ليها فعلا راه كانت ساكنه المراه الاولى، راه كانت ساكنه هنايا. ومن بعد حنا ما عرفناش فين مشات، ما عرفناش فين داها سكنها. ولكن شفنا هاد واحد المعلمه كانت ساكنه معنا في العماره، هي اللي انتقلت وتزوج بها وسكنت معاه في الدار. فهنايا صافي الامور ولات واضحه. عرفت بان هاد المحامي واحد اكبر منافق واكبر ولد الحرام، تعدى على المراه وعلى وليداتو. تزوج مرة اخرى وخرج لاحهم داهم في بيت مع الجيران، وهو بامكانه يقدر مثلا بغى يتزوج يقدر يخلي هذيك ويدي الاخرى، ماشي بشرط تقول لي لا بغيت هذا الدار. راه شي حاجه صعيبه بزاف على المراه الاولى تقبلها. المهم قالت لا ما ندوزهاش ليه. بدات كتهضر مع الناس وهضرت مع جمعيات حقوقيه وتجمعوا عليه قدام باب الدار وداروا ليه الشوهه وداروا ليه الفضيحه، وهو خرج ما بقاش عنده الوجه، وزعما ما تقبلش الهضره ديالهم. بدا يعير وما يشدوه دقدقوه بالعصا، عطاوه العصا نيت مزيان. هو ما بقاش عنده الوجه كاع، لا باش يهضر ولا باش يشوف الجيران ولا شنو دار. هز المراه ديالو وسد هذيك الدار وما ما عرفناش فين انتقل. غالبا غادي يكون الناقب ديال المحامين من يسمعوا هذا الشيء، كنظن غادي يتخذوا معاه شي اجراء ضروري ومؤكد، والا غادي يكون ظلم. الاقل اي شويه ردوا الاعتبار، ما غاديش هي ماتت مسكينه من اعتبار غيردوا ليها. على الاقل ياخذ جزاء ديالو بطريقه او باخرى ديال الدنيا. اما ديال سيدي ربي هذاك نهار غادي يمشي غادي ياخذ الجزاء ديالو، ما هذه ما فيها شك. المراه مسكينه انتحرت هي ودات معها بنياتها بسبب الظلم والقهر اللي حسات به اللي دار ليها هذا ولد الحرام ديال هذا المحامي، وبسبب بانها ما قارياش وبانها ما واعياش وما نعرف كيفاش كبرات بالضبط اللي كبرات فيه. فما كانتش انسانه قويه كفايه باش توقف على رجليها وتهز، وبامكانها كانت تمشي تخدم تطلب الطلاق، ولا ربما كانت خايفه منه بما انها كتقول محامي واصل غادي ما غنقدش عليه ما غنديرش هذا الشيء. علاش خاص اللي عنده شي بنيات او وليدات يقريهم
يدير اقصى ما عنده باش يقريهم، باش ما يتعرضوش لهذا الظلم، يعلموهم يكونوا قويين ويدافعوا على راسهم ويعلموهم بان الحياه راه ماشي غير بالنسبه للمراه، راه ماشي غير الزواج صافي هو المبتغى الوحيد لا لا، المراه خاصها تقرا، خاصها توعى، خاصها تكون مسلحه بالدبلوم ديالها، بقرايتها مثلا، بشي صنعه، شي حرفه في يديها، شي عطا الله ما يدار. واهم حاجه هو شخصيتها، ما نكبروش وليداتنا او بنياتنا مقموعات، لا، نكبروهم شخصيتهم قويه، لان الدنيا تبدلات، راه ماشي بحال شحال هادي. الوقت تبدلات والامور كلها تغيرات. الله ينجينا ونجيكم من الاشرار بحال النوعيه ديال هذا المحامي او الزوجه ديالو الثانيه. وهكا كنوصلوا للنهايه ديال القصه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكونوا توانستوا معايا واحد شي شويه، هاد شي شويه كيقولوا لي كتقوليها بزاف ما نعرف، المهم كل واحد عنده شي حاجه كيبقى تيك، هذا التيك ديالي. كان نتمنى اولا كنطلب منكم فضلا وليس امرا، اللي ما مشتركش يشترك معايا في القناه، لايك، تعليق، اولا نصيحه لما لا، وكنضرب لكم موعد في قصه اخرى. تهلاو في راسكم.